لما انا اتكلمت على صفحتي وقلت ان ما كانش ينفع نرفع اي علم غير علم بلدنا في المونديال. طبعا في ناس ردت عليا وفي ناس هاجمتني وفي ناس قالت لي وطب وايه يعني، ما احنا بندعمهم وبندعم القضية والكلام ده كله. ماشي يا سيدي، دعمهم زي ما انت عايز، بس ادعمهم في مناسبة خاصة بيهم، مش في محفل رياضي ملوش علاقة بالموضوع يعني. ما هو التعاطف مش عمال على بطال يعني في اي حتة وفي اي وقت، وبغض النظر عن ان محدش عمل كده غيرك، وبغض النظر على ان الناس اللي بره ما فهمتكش اصلا وكل اللي فهموه ان انت بتخلط الامور ببعضها مش اكتر. لكن اللي فاجئني بجد ان في قوميين مصريين ردوا عليا وقالوا لي لا احنا لازم ندعمهم علشان دي اصلا كانت ارضنا ودول اهلنا واحنا واحد، حتى من ايام قدماء المصريين. وطبعا كلام ان دي ارضنا طبعا ده برضو خلط للمواضيع، لان اللي بيقولوا الكلام ده بيعتمدوا على ان الامبراطورية اللي عملها تحتمس الثالث كانت بتشمل المنطقة دي فعلا، وهي دي فعلا حدود الامبراطورية اللي عملها الملك تحتمس الثالث. لكن هل معنى ان الاراضي دي والمنطقة دي كانت تقع تحت سيادة وسيطرة الدولة المصرية في وقت من الاوقات يبقى دي كده ارض مصر واحنا لازم ندافع عنها؟ طب ما كوشا اهي وليبيا اهي كانوا من ضمن الامبراطورية المصرية برضو. في خلط كده عند الناس بين ان دي حدود مصر او ان في اراضي في فترات كتيرة كانت خاضعة للحكم المصري، لكن ده لا يعني طبعا ان دي اراضي مصرية ولا ان الشعوب دي مصريين. طيب نتيجوا بقى نشوف كده اصلا الملك تحتمس الثالث اخضع الشعوب دي ليه واخضع الممالك دي ليه تحت الحكم المصري؟ عشان ببساطة يطيق شرهم. ما هي الشعوب دي، الشعوب اللي في منطقة الشام دي كلها هي دي اصلا اللي جه منها الهكسوس، وهم دايما كانوا طمعانين في ارض مصر، ودايما كانوا بيتحالفوا مع ممالك تانية زي مملكة ميتاني علشان يحتلوا مصر. فهو خرج ليهم اصلا عشان يأدبهم، علشان بالبلدي كده يهتهم، لانه عارف من جده احمس، ما هو تحتمس الثالث يبقى حفيد احمس مباشرة يعني، حفيده الرابع او الخامس. فهو عارف من جده ان هي دي المنطقة اللي بيجي منها اعداء مصر، الهكسوس. على فكرة الشعوب دي هي الهكسوس على فكرة. فلما عرف ان هم بيتآمروا على مصر اللي هم امراء الشام، هم طول عمرهم اسمهم امراء الشام، راح لهم لحد مدينة مجده. هي مدينة عشان هم هناك ما يعرفوش اصلا معنى الدولة، هم هناك مجرد مدن وممالك وحاجات كده يعني. المهم ان هو حاصر المدينة وانتصر عليهم. لما انتصر عليهم عمل ايه بقى؟ اخد معاه ولاد الامراء دول كرهاين، يعني منها ان هو يضمن ان هما ما يقلوش بعقلهم تاني عشان ولادهم في ايده، ومنها ان هما يربوا ولادهم على الانتماء لمصر عشان لما يكبروا يدينوا بالولاء لمصر. وعمل ايه كمان بقى؟ اول ما رجع راح يأدب كوش، لان طبعا في الجنوب زي ما انتوا شايفين ولحد النهاردة اول ما مصر بتضعف هما بيهسوا في الهيصة. ف... فراح أدب كوش وراح أدب الغرب كمان. ما اصل هم دول يا جماعة الاقواس التسعة اعداء مصر، لو انتوا مش واخدين بالكم يعني، اهم متفسرين بجنسياتهم. طيب تعالوا نشوف قصة كمان كده تورينا اذا كان دي اراضي مصرية ولا دول اهلنا ولا ايه. قصة سنوحي، ودي البردية الاصلية اللي فيها قصة سنوحي، هي موجودة دلوقتي بالفعل في متحف الحضارات في النمك. البردية اتكتبت في الدولة الحديثة الأسرة 18، لكن هي القصة نفسها بترجع للدولة الوسطى الأسرة 12 في عهد الملك أمنمحات الأول وابنه الملك سنوسرت الأول. اسمه بالمصري القديم صانهت، وهو كان موظف في البلاط الملكي وكان قائد في الجيش المصري.
حظه السيء خلاه يسمع مؤامرة بين زوجات الملك واتنين من أبنائه. كانوا طبعا عايزين يختاروا الملك عشان حد فيهم يحصل على العرش، لأن طبعا ولي عهده هو سنوسرت الأول. هو بقى بدل ما يبلغ الملك بالمؤامرة راح خاف وهرب. طيب هرب فين بقى؟ هرب على ريجنو، اللي هي ايه؟ اللي هي كنعان. وكنعان هي ايه؟ ايوه في نفس المنطقة ايه. هو كده طبعا هرب برا ارض مصر، عشان بس واخدين بالنا. وطبعا الامير بقى سنوسرت الاول رجع لقى ابوه مقتول. المهم هو بقى راح عاش في كنعان واتجوز بنت رئيس كنعان، او الملك او رئيس القبيلة. ما هو بقى هناك ايه، قبائل مفيش دولة. وخلف منها ولدين تقريبا، وبقى هو بعد كده بقى رئيس كنعان. وطبعا لان هو في الاساس محارب، وطبعا ان هو دلوقتي جوز بنت الملك، فحارب عن كنعان وهزم لها كل اعدائها اللي هو ايه، اللي هو الممالك المجاورة نفس المنطقة برضو يعني. ويا سبحان الله برضو المصري هو اللي مطلوب منه انه يحارب لأهل المنطقة دي. التاريخ بيعيد نفسه. لكن طبعا لما كبر وتقدم في السن حس طبعا ان هو مش قادر على الغربة دي، ومش قادر يبعد عن مصر اكتر من كده، لدرجة ان هو كان يعني له زي اشعار كده بيناجي فيها ربنا ان هو يعود لارض مصر. هقرا لكم ترجمة جزء بسيط من النص بالانجليش عشان تشوفوا قد ايه احساس الغربة كان مر. May God pity me. May he hear to the prayer of the one far away. May the king have mercy on me. May I be conducted to the land of eternity. شايفين هو بيتكلم عن مصر ازاي؟ مسميها ايه؟ the land of eternity، أرض الخلود. بعد كده هو بعت رسالة للملك اللي هو بقى يعني سنوسرت بقى في الوقت ده، بعت له علشان الملك يعفو عنه ويقدر يرجع مصر عشان يندفن في أرض مصر المقدسة، وعشان يندفن بالطريقة المصرية. والملك فعلا عفى عنه وطلب منه انه يرجع أرض مصر. وحتى في رد الملك قال له كلمة غريبة قوي. الملك بيقول له ايه؟ مش كفاياك كده؟ يعني انت عايز تدفن ملفوف بجلد حيوانات؟ لان طبعا ده بالنسبة للمصري القديم كانت نجاسة يعني. ورجع مصر فعلا وعاش متكرم، واتكرم كمان ان هو دفن بالطريقة المصرية اللي هي التحنيط. طبعا اظن بعد كل ده ما ينفعش نقول ان الاراضي دي اراضينا، او ان الناس دول احنا وهم واحد، او شعوب واحدة. لا طبعا. زي ما سمعت قبل كده من يوتيوبر كبير يعني ان هو بيقول بما ان السودان كانت تحت الحكم المصري في وقت من الاوقات برضو، يبقى احنا بلد واحدة وشعب واحد وكده. احنا شعوب وادي النيل، ممكن نبقى حبايب، ممكن نبقى اصدقاء وكل حاجة، لكن ما احناش شعب واحد وما احناش بلد واحدة. مصر من الدولة القديمة، من الأسرة الثالثة، وهي معروفة حدودها فين. حدودها عند سينا، ومن تحت لحد الفيرست كاتاراكت او الجندل الاول. الحدود بقى دي في اوقات كانت بتزيد، اوقات كانت بتنقص، على حسب الدولة كانت ضعيفة فبتاخد منها اراضي، الدولة كانت قوية فبتطلع تأدب وتاخد هي اراضي. لكن ده مش معناه ان دي اراضينا او ان دول شعبنا. عايز تتعاطف مع اي شعوب مظلومة براحتك، اتعاطف مع اللي انت عايز تتعاطف معاه، بس بالعقل. التعاطف مش على طول كده، ومش مع كل الناس. اختار الوقت الصحيح اللي تقدر تظهر فيه التعاطف بتاعك بطريقة صح عشان ما تخسرش، واختار الناس الصح اللي يستاهلوا فعلا تعاطفك عشان ما تخسرش برضو. لان اصلا معظم الشعوب دي تعاطفك ما بيفرقش معاهم في حاجة اصلا، هما مش بيحبوك غير لما تكون هتموت بدلهم بس. هسيب لكم فيديو صغير كده
يمكن الصورة تبقى واضحة اكتر. انت بكل سذاجة ضحيت بإنجازك ورفعت علمه، وهو في المقابل رفع علم خصمك على أرضه.